في واحدة من الجلسات لقيتها بتقولي أنا قررت أحلق شعري خالص. صراحة اتخضيت وجه في بالي إن دي انتكاسة وإنها بتعمل نوع من التشوه النفسي كعقاب لنفسها، لكن بعد ما فهمت قصدها كانت المفاجأة. السلام عليكم، أنا هند صلاح وانتوا بتسمعوا محطة التحرير، تحويلة من خط الوجع. شعرك هو أهم مظاهر أنوثتك، وحبك واعتزازك بيه بيدل بشكل كبير على حبك لأنوثتك واعتزازك بيها. بس دي مش كل حاجة بيقولها لك، لأن اللي متعرفوهوش إن شعرك هو شكل من أشكال تغيرك انتي شخصيا. قصة شعرك ليها معنى، طبيعته وتغيره مع حالتك النفسية ليها معنى، أمراض وأعراض الشعر ليها معنى. شعرك بيكون أحيانا المراية اللي بتوريكي علاقتك بنفسك. يعني لما بتكوني متضايقة من نفسك شعرك بيقصف أو يتملي قشرة، لما بتكوني محبطة منفعلة أو مكتئبة شعرك بيدبل ولمعته بتروح، لما بتكوني متفائلة وكلك حماس شعرك بيصاحبك وبينطق بالحياة، لما بتحبي نفسك بتهتمي بشعرك وبتراعيه وكأنه واحد من عيالك، ولما بتتأزم علاقتك بنفسك بتتجاهليه وتهمليه وتتعاملي معاه كأنك مش طايقة وجوده فوق راسك، بس الحقيقة انك بتبقي رافضة وجودك انتي. البنت بتغير شعرها وكأنها بتغير هويتها معاه. طيب ما تفتكريش مرة كنت زعلانة ومكتئبة فروحتي للكوافير تقصي شعرك؟ أو لما عملتي كده في الحقيقة كنت كأنك بتتخلصي من تقل الحزن اللي جواكي لما تتخلصي من تقل شعرك على راسك، زي ما بتكوني بتغيري مودك لما بتغيري شكل شعرك. وده ساعات بينفع فعلا، لأن أحيانا حالتنا النفسية بتتغير من بره لجوه، والكوافير وقتها بيعمل اللي ما بيعرفش يعمله أشطر طبيب نفسي. وفي كل مرحلة في حياتك شعرك بيكون له معاكي وظيفة مختلفة، فلما بتتحبي تتمردي بتغيري القصة اللي حواليك اتعودوا عليكي بيها، ولما بتحسي انك محتاجة تستقلي بشخصيتك ويكون لك رأي وقرار بترجعي تعمليه بالشكل اللي يناسب شخصيتك الجديدة. لما بتتجوزي بتحافظي عليه كتاج فوق راسك بيعبر عن أنوثتك، ولما بتحملي وتخلفي وهرموناتك تتلخبط طبيعة شعرك بتتغير مع طبيعتك، ومع أول شعرة بيضة دقات قلبك بتتغير للأبد. فاكرة العميلة اللي كلمتك عنها في بداية الفيديو؟ أقولك فاجأتني ازاي. كان تخلصها من شعرها ما كانش أبدا غضب ولا انتقام، لكن كان عملية انتقال حقيقي من حالة نفسية أقرب للموت لحالة أقرب للحياة من جديد. قالت لي بكل ثقة أنا قررت أقص من جوايا أيام البكا والحرقة والاستغلال، قررت أقول لنفسي إني مسؤولة عنها، قررت أوصل لكل جدر من شعري وأوصل له الحب أنا محتاجة إنه يوصل لنفسي، قررت أعيش اللحظة وما اسمحش لحد ولو حتى نفسي إن أعيش حاجة أقل من اللي استاهلها. قالت أنا محتاجة أصدق وأعيش وأطبق فكرة إن أستاهل أتشاف وأتقبل ويتقدم لي الاحترام. أنا هبدأ أتعامل مع جسمي وكأنه سكن الجديد اللي بحبه، وأبقى المسؤولة من جديد في أموري وحياتي. البداية كانت قرار حاسم إنها تصاحب شعرها اللي بيمثل لها قصة حياتها، وده كان شكل من أشكال التغيير اللي بيأثر في حياتك. لو عجبك المحتوى ما تنسيش تعملي لايك ومنشن وشير عشان يوصل للغير.